السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة ودايما ان شاء الله بخير. النهارده نجاوبكم عن سؤال مهم جدا وهو ما الافضل؟ هل يانسن افضل ام انجلندر ام سبرينج؟ قبل ما نقول لحضراتكم الاجابة، مع حضراتكم فادي مجدي كراوية من توكيل مراتب يانسن بدمياط. فروعنا طبعا في دمياط، نحن الوكيل المعتمد لشركة يانسن. نقدم لحضراتكم اسعار المصنع الرسمية بدون زيادة او نقصان، منتج المصنع الاصلي والضمان المعتمد. بنسلم لحضراتكم مع استلام المرتبه فاتوره معتمده موجود فيها السجل التجاري بتاعنا، وختم اللي بيقول لك خالص مع الشكر، والضمان، وكود الفاتوره الرقمي. لو حضرتك عايز حد امين بيراعي ربنا، الحمد لله والشكر لله في كل شيء، اعتماديه ومصداقيه، فان شاء الله نحن لها. تشرفونا ان شاء الله في فروعنا، وممكن شحن اي مكان على مستوى الجمهوريه. وفي الاخر الفيديو بنكتب لحضراتكم ارقام التواصل وصفحاتنا على اليوتيوب والفيسبوك. نرجع لموضوعنا. كتير من الناس بيجي يقول لي، عميل بيجي يقول لي لو سمحت انا عايز انجلندر لان سمعت ان هي احسن، لو سمحت انا عايز يانسن لان سمعت ان هي احسن، لو سمحت انا عايز سبرينج اير لان سمعت ان هي احسن، وهكذا وهكذا وهكذا. طيب ايه الاجابه؟ يا ترى هل يانسن افضل؟ يا ترى هل انجلندر افضل؟ يا ترى هل سبرينج اير افضل؟ ولا ايه المشكله؟ الحكايه بالتفصيل. شركه يانسن هي كانت قائمه بذاتها في الاول، يعني ما كانش فيه انجلندر وما كانش فيه سبرينج اير. شركه يانسن اول ما بدانا التعامل معاها كان بعد طبعا المنتجات كانت قليله، طبعا كان السوق كلها متصله، حاجات بسيطه خالص، وكان مراتب اسفنج. ده كانت في البدايه، كانت الشركه قائمه بذاتها، وما شاء الله بداوا يتطوروا ويعملوا منتجات كتير جدا، لغايه ما بقى الاستيعاب للموديلات كتير قوي، بقى صعب ان يبقى تحت اسم شركه كل الموديلات دي. بالتالي بدات تيجي لشركه يانسن فكره ان هم يعملوا شركه تانية او يقيموا شركه داخل شركه زي انجلندر وسبرينج اير، زي مبدا كل نفسك قبل ما حد يجي ياكلك. وبالتالي تم انشاء شركه انجلندر وسبرينج اير التابعين لشركه يانسن. يعني ايه التابعين لشركه يانسن؟ يعني من جوه شركه يانسن، يعني هما شركه واحده، اسماء مسميات شركه يانسن او انجلندر او سبرينج اير لشركه واحده تمثلها شركه يانسن. يعني لو حضرتك اشتريت انجلندر فانت شاري تعتبر يانسن، لو حضرتك شاري سبرينج اير فحضرتك اكيد شاري يانسن، لانهم منتج واحد وصناعه واحده وكل حاجه واحده. اصحاب المصنع واحد، الحاج مصطفى واولاده. وبالتالي حضرتك مفيش فرق جوده، الجوده واحده في كله. هتلاقي هنا اعلى من هنا شويه، وهنا ساعات اعلى من هنا شويه، وهنا اعلى من هنا، وهكذا على حسب الموديل. بنزود مستوى الرفاهيه فقط، لكن الجوده والكواليتي واحده في معظم الموديلات. لو حضرتك بتزود حاجات فبتزود مثلا طبقه ميموري فوم بتزيد سعرها شويه، بتزود طبقه لاتكس بتزيد سعرها اغلى، لان يعني دي المكونات نفسها سعرها غالي، لكن المكونات والكواليتي واحد. فما فيش اجابه للسؤال مين افضل، لان ما فيش افضل، لانهم شركه واحده وجوده واحده وكواليتي واحد. حضرتك بتدور على الموديل اللي يعجبك وبتشرفنا بالاتصال، وبنوجه لحضرتك صح. لو هو مظبوط لحضرتك ومناسب بنقول لك تمام، لو مش مناسب بنرشح لحضرتك موديلات اخرى. وبالتوفيق دايما ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، يا رب تكونوا استفدتم. نراكم قريبا، سلام عليكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. على اليوتيوب توكيل مراتب يانسن بدمياط، وعلى الفيسبوك توكيل مراتب يانسن دمياط.